كنت سعيدة جدا وأنا موجودة في وسطيكم، وأنا فخورة جدا إن أنا ودايما بتابعها إني بنت مدارس الراهبات. في مدارس الراهبات علموني حب الفن، وعلموني حب الغير، وعلموني الإنسانية والمحبة، وعلموني يكون عندي فكر وثقافة، وعلموني تقبل الآخر، وعلموني أشياء كتير جميلة أنا دايما بشكرهم عليها، وبقول إنه فعلا ربوني تربية أنا بفتخر بيها. والنهارده أنا فخورة بكل الشباب الصغيرين أولادنا حقيقي الفنانين، وبقول لهم انتوا بتفكروني بنفسي، يعني انا حبيت الفن ازاي وليه دخلت ادرس الفن في اكاديميه الفنون. حبيته من المدرسه لان كنت كل سنه اشارك في حفله المدرسه في نهايه العام، وكنا بنعمل حفله ثانيه في مارس يوم عيد الام، فكنت انا الانفداد بتاعتهم اللي بطلع اغني وارقص ويعني نعمل الاحتفاليه الجميله اللي بنقعد نحضر لها طول السنه في حصه الموسيقى. وحصه الموسيقى كنا بناخد المجهودات حقيقي اللي بتتعمل من اجل الفن والفنانين والخير اللي بيتعمل، والمهرجان العريق اعرق مهرجان في مصر للسينما هو مهرجان المركز الكاثوليكي، واهتمامه وصداقته بكل الفنانين، ومش قادره اعدد الاشياء الجميله حقيقي اللي انت بتعملها من اجل الفن والفنانين. مش عايزه اطول عليكم، بس انا المكان ده بحب اكون موجوده فيه وبحب اتكلم فيه، وبحس انه بيتي، يعني اكتر مكان ما بحسش بغربه وانا فيه، بحس ان انا واحده بجد من هذا المكان، عمري ما كنت ضيفه. بحييكم من كل قلبي وبحبكم كلكم. وان شاء الله المواهب الجديده النهارده دول هيطلع منهم بقى الهام شاهين واحسن من الهام شاهين